قبل ما نبدأ حديثنا عن أخبار الزمالك اليوم في كام حاجة، لا هم حاجتين، لا هم حاجات كتير عايز أتكلم عليهم الأول. اتعلمنا شيء مهم جدا في آخر دولتين في الكونفدرالية الإفريقية، وهي إن ما تخليش البدايات تخدعك. هي فعلا البدايات مهمة جدا، بس مش المؤشر أو المقياس النهائي للطريق. الأهلي لعب في أرضه وكسب، وبره تعادل ورجع كسب في أرضه وبقى عنده 7 نقط من أصل 9 نقط، على عكس الزمالك اللي خسر في أرضه وتعادل بره ورجع يتعادل تاني في أرضه وبقى عنده نقطتين من أصل 9 نقط. وبعد كده شفنا ان الاعلام بدأ يتكلم عن الزمالك لا محل نافع ولا افريقيا نافع ولا دولي نافع، والزمالك ملوش دية في افريقيا، على عكس ان بدأ يتكلم طبعا عن الاهلي وان هو حاجة تانية وان هو وصل وان هو صعد واول مجموعته وهكذا. الاهلي لما كسب سيمبا 5-0 الاعلام اتكلم عليه، وبعد ما الاهلي راح يلاعب سيمبا في ارضه خسر 1-0 برضه لقينا نفس الكلام من الاعلام بيتكلم عليه وبيقول ان موقف الماتش والارض والملعب وكده كده الاهلي كان متصدر لسه، ده الكلام اللي بنسمعه من الاعلام. الزمالك لعب تاني في ارضه وكسب 4 وبقى اول مجموعته، وبرضه الاعلام مفيش حد اتكلم. طب ايه هي الرسائل المستفاده؟ ايه هي الدروس المستفاده من الموضوع ده؟ هو ده اللي انا جبتكم عشان نتكلم فيه سريعا. رساله لكل الزملكاويه: ما تستناش دعم من الاعلام المصري، لان مفيش اعلام بيتكلم علينا. الاعلام حاطط الاهلي في مكانه تانية خالص احنا مش هنوصل لها، عشان كده بنقول ما تخليش البدايات تخدعك. الزمالك كان بادئ بدايه كارثيه بنقطتين من اصل 9، اصبح 8 نقاط وبقى اول مجموعته. ما تخليش البدايات تخدعك. نيجي بقى لاهم اخبار الزمالك اليوم يوم الخميس 14/3/2019. واحد من علامات تاريخ النادي الاهلي: كنت زملكاوي متعصب منذ الصغر. خرج عن حارس عامل غرفة ملابس الأهلي الشهير ببعض التصريحات الصحفية اليوم عن تاريخه مع النادي الأهلي، وقال عم حارس إن هو كان واحد من علامات تاريخ النادي الأهلي اللي بيتحدث عنه الجميع داخل النادي طوال التاريخ. وكان من أبرز تصريحات عم حارس هو إنه كان زملكاوي متعصب منذ الصغر، وكان بينتمي لنادي الزمالك حتى سن 13 عام. وأضاف إن بعد ذلك دخل النادي الأهلي وعمل بداخله السنوات الكثيرة الماضية، وبالتالي تحول انتمائه إلى النادي الأهلي بحكم المكان. وكمان كشف انه قضى 43 سنه في الاهلي، وهو الوحيد في الاهلي اللي عاصر عهد 6 رؤساء، وهم عبده صالح الوحش والفريق مرتجى وصالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر ومحمود الخطيب. نيجي للعنوان الثاني يا زملكاويه، هو جروس بيدرس اعاده نجمه الى تشكيله الزمالك امام نصر حسين ضاي. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك ان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بيدرس اعاده اللاعب محمود كهربا الى تشكيله الزمالك امام نصر حسين ضاي الاحد المقبل، حيث يرغب جروس في الاستفاده من الامكانيات العاليه والمهاره الموجوده في كهربا في مواجهه قوه الفريق الجزائري على ملعبه وفي ارضه وسط جمهوره. حيث يرى جروس ان مواجهه الفريق الجزائري تحتاج الى لاعبين اصحاب خبرات لمواجهه حماس المنافس والضغط الجماهيري، حيث ان كهربا من الممكن ان يحول ذلك في صالح الزمالك. وكان كهربا قد نزل في الشوط الثاني من مباراه جرماهيا الماضيه عقب ايقافه مباراه واحده بسبب مشاداته الشهيره مع الجمهور خلال مباراه الجوله الخامسه من الكونفدراليه. وسيلتقي الزمالك امام فريق نصر حسين ضاي الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وبيكفي الزمالك التعادل فقط من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية، حيث يواصل الزمالك استعداده على ملعب النادي تمهيدا للسفر صباح الجمعة إلى الجزائر. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية: أول طلب من الزمالك من نظيره الجزائري قبل مواجهة نصر حسين ضاي. تواصل مسؤول نادي الزمالك مؤخرا مع مسؤول نادي نصر حسين ضاي الجزائري قبل ملاقاة الفريقين الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، حيث طلب مسؤول نادي الزمالك من مسؤول النادي الجزائري ضرورة التأمين الكامل للبعثة التي ستتوجه للجزائر صباح الجمعة المقبل. وشدد مسؤول نادي الزمالك ضرورة التأمين والحماية الكاملة والابتعاد عن أي مشاكل أو أزمات هناك قد تؤثر على تركيز الفريق وتؤدي لتشتيت ذهن اللاعبين، خاصة وأن الجزائر بتمر في الفترات الحالية بمرحلة سياسية تتخللها عدد من المظاهرات في كافة أنحاء البلاد. كما أكد مسؤول السفارة المصرية في الجزائر سعيهم لإبعاد أي عقبات في طريق البعثة البيضاء إلا تبحث عن التأهل إلى الدور القادم من الكونفدرالية الأفريقية. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية: عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من اللاعب محمود كهربا عدم الانشغال بمسألة تعديل عقده الحالي.
حيث تلقى اللاعب وعدا جديدا من إدارة الزمالك بتعديل عقده الحالي وزيادة القيمة المالية، وهو ما يترقب حدوثه الفترات القادمة. وده اللي قاله مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور أثناء اتصالهم أو مداخلتهم الهاتفية لبرنامج الزمالك اليوم اللي بيقدمه خالد الغندور وأحمد جمال، اللي بيجي طوال الأسبوع الساعة 11 مساء على قناة المحور. جروس طلب من كهربا التركيز مع الفريق وألا يجعل هذا الأمر يتسبب في تشتيته، خاصة وأنه من الأعمدة الرئيسية للفريق وأنه يثق في قدراته. سيلتقي الزمالك أمام فريق نصر حسين ضاي الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الساعة 6 مساء يوم الأحد بتوقيت مصر، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات. نيجي للعنوان اللي بعد كده يا زملكاوية. الكاف بيختار هدفي الزمالك الأفضل في الجولة الخامسة من الكونفدرالية. اختار الاتحاد الأفريقي الكاف هدفي الزمالك الثاني والثالث في مرمى جرماه يكيني، واللي أحرزهما يوسف أوباما وفرجاني ساسي ضمن رباعية الأبيض النظيفة. اختارهما الكاف في قائمة أجمل أهداف الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية، وجاء هدفي الزمالك مع هدفي ثنائي نكانا رادريف ديفيلز الزامبي كيفلينج كامبابا ورونالد كامبابا، وسجل كل منهما هدف في مرمى زيسكو الزامبي وريكاردو جوب لاعب بيترو أتلتيكو اللي سجل هدف الرائع في مرمى نصر حسين ضاي الجزائري. وكان الزمالك قد فاز على جرماه يكيني برباعية نظيفة ويستعد لمواجهة نصر حسين ضاي في ختام دوري المجموعات الكونفدرالية الأحد المقبل. نيجي للعنوان اللي بعد كده زملكاوية. تامر عبد الحميد بيؤكد لاعب الزمالك هو أفضل لاعب جه في تاريخ مصر. يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق إن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو أفضل لاعب جاء في تاريخ مصر وحتى الآن. كلام تامر عبد الحميد جاء عبر تويتر على صفحته الرسمية، وخلال سؤال وضعه الإعلامي إبراهيم فايق على صفحته، حيث أكد تامر عبد الحميد إن حازم إمام بالطبع. إبراهيم فايق قال: من وجهة نظركم مين أجمد لعيب جه في تاريخ مصر حتى وقتنا الراهن في الواحد على واحد؟ رد تامر عبد الحميد من حسابه الشخصي على تويتر وقال: حازم إمام يا هيما طبعا. نيجي العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية. شريف عبد المنعم بيكشف عن الرسالة اللي أرسلها لرئيس الزمالك عبر الواتس. أكد شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق أن علاقته بنادي الزمالك جيدة جدا، وبيعتبر أن لديه لاعبين من أفضل لاعبي الدوري في الموسم الحالي، وهم عبد الله جمعة ويوسف أوباما وطارق حامد. وأضاف أنه أرسل رسالة إلى واتس إلى رئيس الزمالك ونجله أمير عبر الواتس للتأكيد على أنه ليس لديه مشكلة مع الزمالك وأنه بيحب النادي الأبيض. وتابع عبر تصريحاته أنه لا ينسى تكريم نادي الزمالك ورئيسه له العام الماضي، وشدد أن التصريحات الأخيرة لم تكن لتسيء أبدا لنادي الزمالك ولم تكن أكثر من دعم لناديه الأهلي. وكان شريف عبد المنعم قد واجه موجة انتقادات من الجميع بسبب تصريحات خرجت منه عبر قناة الأهلي بأنه يتمنى خسارة الزمالك أفريقيا، وأنا شايف أنه هو قال أن الكلام ده متمنتج، لكن للأسف هم مش عارفين يردوا صح لأن الكلام مش متمنتج. وكمان الكلام نزل على قناة الأهلي تبعهم على اليوتيوب، فلو كان في مونتاج زي ما بيقول طبعا كان زمان الكلام ما نزلش. فهم يعني ايه بيحاول يهرب من الموضوع وفي نفس الوقت هم لابسين. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية. جروس بيحاول تهيئة لاعبه نفسيا من أجل المباراة القادمة. عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعب خالد بوطيب مهاجم الزمالك، وإن سبب الجلسة هي سعي جروس لتهيئة بوطيب نفسيا بعد وفاة والده رحمة الله عليه، خاصة عقب الظروف اللي مر بها مؤخرا من وفاة مفاجأة لوالده. من المؤكد أنها أثرت على نفسيته بشدة، وهو ما يسعى جروس أن يجعل اللاعب يتخطى تلك المرحلة. جروس طلب من بوطيب التركيز في فريقه الفترات القادمة ونسيان الماضي والفصل بين أموره في الفريق وشؤونه الخاصة. وطلب جروس من بوطيب التركيز خاصة وأنه عنصر أساسي ومهم من الأعمدة الرئيسية للفريق، مشددا على أهميته في الفريق. وبيفاضل جروس حاليا بين بوطيب وعمر السعيد لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الزمالك أمام نصر حسين ضاي الجزائري في المباراة القادمة. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية. شريف عبد المنعم بيرد من جديد على اتهامات الإساءة للزمالك وبيأكد من جديد رفض شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق للاتهامات اللي تم توجيهها إليه بالإساءة لنادي الزمالك، وأكد أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، حيث أشار إلى أن تصريحاته كان بيهمها تمني خسارة الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، وهذا طبيعي كونها أهلاوي، رغم أنه هو قال أن برضه الزمالك هيخسر في أفريقيا. لكنه أكد أنه يتمنى الفوز للزمالك في المباراة الأفريقية وبيتمنى تتويج الأبيض بالكونفدرالية في هذا الموسم، وطلب من الجميع مساندة الزمالك خلال الكونفدرالية الأفريقية بسبب أنه بيمثل مصر، وطلب من رئيس لجنة المسابقات مراعاة نادي الزمالك والأهلي في المنافسات الأفريقية. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية. السعيد وبوطيب أيهما يقود هجوم الزمالك أمام بطل الجزائر؟ يا ريت تسيبوا لنا تعليق برضو عن النقطة دي، أنت بتفضل مين اللي يبدأ، عمر السعيد ولا خالد بوطيب؟
أصبح اللاعب عمر السعيد مرشح بقوة لقيادة هجوم الزمالك خلال مواجهة نصر حسين ضاي القادمة في الجولة الأخيرة من الكونفدرالية الأحد المقبل، وذلك عقب ظهوره بشكل جيد خلال مباراة جرماهيا بكين الأخيرة في الكونفدرالية وإحرازه الهدف الرابع للزمالك ضمن رباعية الأبيض النظيفة في مرمى بطل كينيا. وعقب عودة اللاعب خالد بوطيب للزمالك عقب حضوره مراسم عزاء والده الذي توفى هذا الأسبوع، من المنتظر أن يدخل السعيد في منافسة قوية خلال التدريبات القادمة من أجل حجز مقعد رأس حربة الفريق في المباراة الهامة أمام بطل الجزائر الأحد المقبل. ومن المنتظر أن تحسم التدريبات القادمة هوية رأس الحربة اللي هيعتمد عليه جروس خلال مباراة نصر حسين ضاي. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية، كشف مصدر من داخل نادي الزمالك ان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بيدرك خطوره واهميه المباراه القادمه للزمالك امام نصر حسين ضاي الجزائريه في الكونفدراليه، ولكن اكد جروس انه بدا يدرس الشكل اللي بيتدبر به المباراه حيث حتى يخرج بها الى بر الامان وبيتمكن من التاهل الى الدور القادم من الكونفدراليه الافريقيه. وبيدرك جروس تماما انه من الصعب وضع خطه للتعادل، لانه من المستحيل ان يستمر اي فريق على تنظيمه الدفاعي دون تاثر طوال المباراه. وبيدرك جروس ان بناء خطه متوازنه يتمكنوا من خلاله من شن هجوم على الفريق الجزائري، خاصه ان الاخير بيحتاج الى الفوز بالاضافه الى التركيز الدفاعي الجيد جمال استقبال اهداف. انا مع جروس في حته ان هو لازم يشن هجوم، لان انت لو لعبت على الدفاع هتخسر، لو لعبت على الهجوم ودبكتهم وجبت اول جون انت كده ضمنت الفوز، او لا قدر الله اقصى حاجه هتبقى التعادل وهنصعد في كلتا الحالتين. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه، خالد الغندور بيكشف أسباب تهديد رئيس الزمالك بمنع إذاعة القمة وبيؤكد جد في كلامه. أكد الإعلامي خالد الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم اللي بيذاع على قناة المحور الساعة 11 طوال الأسبوع في حلقة أمس إن الرئيس مرتضى منصور جاد في تهديدي بعدم إذاعة مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 30 مارس المقبل. وكشف الغندور عبر تصريحاته التلفزيونية إن الزمالك بيعاني من مماطلة الشراكة الراعية في دفع مستحقاته على مدار الشهور الماضية، حيث كشف أن الزمالك لم يحصل على مستحقاته من شركة بريزنتيشن البالغة حوالي 80 مليون جنيه، على عكس الفرق الثانية اللي حصلت على مليار جنيه من حقها. رئيس الزمالك من جانبه أكد أن اللقاء القادم أمام الأهلي بيخص الزمالك، وأنه سيمنع القنوات الأخرى من إذاعة المباراة بخلاف التلفزيون المصري البث الأرضي. ووجه رئيس الزمالك تحذيرا إلى حسين زين رئيس التلفزيون من إخراج شرط البث الفضائي لأي قناة أخرى ما إن قرر الزمالك عدم إذاعة المباراة. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاوية، أمير مرتضى بيشكر ثلاثي فريق الزمالك وبيكشف سر غياب حفني عن مباراة جرماهيا. وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك الشكر لعدد من لاعبي الفريق على دعمها لزملائهم الفترة الماضية رغم الاستبعاد. واختص أمير مرتضى منصور بالشكر للاعب كهربا اللي حرص على دعم الفريق رغم إيقاف الفترات السابقة وتواجده على مقاعد البدلاء المباراة الماضية أمام جرماهيا. كما حرص على توجيه الشكر لكل من أحمد مدبولي وأيمن حفني على دعمهم الفريق رغم غيابهما. وكشف أن اللاعب أيمن حفني كان سيتواجد في لقاء جرماهيا الأخير، إلا أنه شعر بالتعب قبل اللقاء مما اضطر جروس لاستبعاده من القائمة. وسيتلقى الزمالك أمام فريق نصر حسين ضاي الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، ويكفي الزمالك التعادل فقط من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية. ولكن أنا من وجهة نظري دايما ببقى متفائل، وإن شاء الله الزمالك هيكسب ويصعد أول مجموعته مستريح. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية، أثنى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أداء وشكل الفريق الفترات الأخيرة. وأكد عبر تصريحات تلفزيونية أنه يعتبر شكل الأداء مقبول في ظل ضغط المباريات. وتابع المشرف العام على الكرة في الزمالك أن الثنائي أحمد سيد زيزو وحميد إحداد انسجم سريعا عقب دخولهما تشكيل فريق الزمالك. وتابع أمير مرتضى أن الإدارة بتثق في كل لاعب من لاعبي الزمالك وبتأكد أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية. وشدد كمان على قوة تركيز الفريق على لقاء نصر حسين ضاي في الكونفدرالية، وان التفكير في لقاء المقاولين سيكون عقب حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية، مرتضى منصور بيشن هجوما حادا على بريزنتيشن. شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للدوري المصري، مؤكدا عدم بث لقاء الزمالك والاهلي المقرر له يوم 30 من مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري العام. العنوان اللي بعد كده يا زملكاوية، مرتضى منصور هذا القرار أصاب شوبير بالضغط. تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مباراة الزمالك والمقاولين العرب المقرر لها يوم 20 من مارس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري العام. وقال منصور في احد تصريحاته: بشكر محسن صلاح رئيس مقاولين العرب على موقفه المحترم على تأجيل اللقاء وتضايق شوبير ورفع له الضغط، وبشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكرة والجهاز الفني المنتخب بقيادة أجيري. وأضاف: ماتش المقاولين العرب هو ماتش الدوري وبعدها تكسب ماتشين الأهلي، شكرا، الدوري في 100 عقبة، بأمر الله الدوري زملكاوي.
العنوان قبل الاخير: مرتضى منصور بيتحدث عن مواجهه الزمالك ونصر حسين ضاي. تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مباراه الزمالك ونصر حسين ضاي المقرر لها 17 من مارس الجاري ضمن منافسات الجوله الاخيره لدور المجموعات الكونفدراليه الافريقيه. وقال منصور في احدى تصريحاته: الزمالك بيمتلك فريق على اعلى مستوى من حيث الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري والطبي، واثق في قدراتهم وهناخد الكونفدراليه باذن الله هذا الموسم. واضاف: اتفائل حتى الان بهدف يوسف اوباما اللي احرزه في شباك بيترو اتلتيكو بالقاهره في الدقيقه 93 من عمر اللقاء. وده زي ما قلت لكم في فيديو سابق ان الجون ده زي ما تقول رساله من ربنا بيقول لنا ان الهدف ده جه عشان تتعادل، عشان تاخد فرصتك في الصعود، وعشان تكسب الكونفدراليه بامر الله. آخر عنوان معانا: مرتضى منصور بيشيد بموقف ثنائي فريق الزمالك. أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بموقف ثنائي الفريق الأول محمود علاء وفرجاني ساسي بمنح لاعبي فريق الشباب مواليد 97 مكافأة خاصة من جيبهم الخاص، وذلك عقب فوز الفريق على الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة القمة لبطولة الجمهورية للشباب اللي أقيمت اليوم على ملعب نادي الزمالك. واعتبر رئيس الزمالك أن هذا رسالة مهمة للجميع، وهي أن هناك روحا جديدة في الزمالك بين كافة اللاعبين، وأن الجميع أصبح يد واحدة على مستوى كل القطاعات. وأشاد رئيس نادي الزمالك بفوز الفريق اليوم، ووجه كامل الشكر للجهاز الفني واللاعبين، واكد انه يرى روح قتاليه جديده للزمالك على كل المستويات وهو ما يسعى عليه الفتره القادمه. سجل اهداف الزمالك كل من احمد ببولي في الدقيقه 21 من الشوط الاول، وكريم افت في الدقيقه 23 من نفس الشوط، بينما اختتم ثلاثيه الزمالك اللاعب محمد عنتر في الدقيقه 19 من الشوط الثاني في ظل سيطره من الزمالك على اغلب مجريات المباراه. وبكده يا زملكاويه نكون انتهينا من نشر اخبار اليوم، اخبار الزمالك. قبل ما نختم الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه. متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات. واخيرا يا جماعه، رساله عايز اوجهها قبل ما اقفل الفيديو ده: احنا هنا كزملكاويه محتاجين ان احنا نتفائل دايما. انا مش عايز واحد يطلع لي ويقول لي انا خايف ان احنا ممكن نخسر، انا متوقع ان احنا ممكن نتعادل، انا مش عارف حاسس ان الزمالك ايه. لا، انت كزملكاوي تحب الزمالك سيبها لله وقول يا رب وان شاء الله دايما هنكسب. انا دايما كمصطفى الزملكاوي انا بشوف الزمالك دايما بيكسب، حتى لو هيلاعب برشلونة انا شايف ان الزمالك هيكسب. سلام.